سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم في الحلقة الثالثة من المراجعة اللي مش نهائية. عرفنا مع بعض إن الرحلة دي كلها لازم تبدأ بإنك تدخل جوه. الإجابات بتاعتك مش براك، الإجابات بتاعتك جوه. الله مش محتاج تروح له من حتة، الله جوه، والحقيقة جوه. بس انت اللي عندك دوشه كتير، فلازم تغطس جوه 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 بعيد عن الدوشه عشان تعرف تسمع الحقيقه. عرفنا انه البدايه بتاعت اصلا انك تعوز تعرف وانا ليه عاوز اعرف، وانا ليه اطلع من البالونه، وانا ليه اطلع من البابل بتاعتي، وانا ليه اشقى، وانا ليه افكر كتير، وانا ليه احاول اصلا ليه؟ عشان بحب نفسي. حب نفسك هو البدايه لكل حاجه. من غير ما تحب نفسك ما تقدرش تحب حد، لان انت اصلا ما تحبش نفسك. انت من غير ما تحب نفسك مش ممكن تشعر بالسعاده. علما طبعا بانه حب نفسك مش يعني تحب صورتك في المرايه، ولا تحب عضلاتك، ولا تحب فلوسك، ولا تحب انجازاتك، ولا تحب شركتك، ولا تحب مش عارف ايه، ولا تحب اللي تقدر تعمله. تحب نفسك الحقيقيه. علم النفس بيسميه lower self و higher self، نفسك الادنى ونفسك الاعلى. نفسك الادنى دي اللي هي بتاعت الانا، هو ده اللي بيفرح بالحاجات اللي جبنا سيرتها دلوقتي. بس ده مش سعادتك. السعاده الحقيقيه في ان انت تكون في مكانك، تكون عايش في الدنيا عشان تجاوب على الاسئله اللي انت بتقولها، اللي انت بتطلعها، بتهتم بالحاجات اللي انت مهتم بيها. اوعى الجماعه بتاعتك ايا كانت، عيلتك، الجماعه بتاعتك، البلد، الاهلي، الزمالك، اوعى الناس اللي بره تعرف منهم انت عايز ايه. ما يعرفوش خالص، ما عندهمش اي فكره، مش موضوعهم. انت اللي موضوعك. لما تحب نفسك تبدا حب النفس ده بان سعادتك ما تبقاش اختيار، مش بتفكر اسعد ولا لا. انت اي ظرف تلاقي نفسك فيه تعيس لازم تمشي، لان انت بتحب نفسك. هو ده اللي بنعمله مع العيال. بتحب ابنك ما تقدرش تستحمل عليه انه يعيش في ظرف مش بتاعه. وده المطلوب منك تجاه نفسك بالظبط. ما تسيبش روحك، ما تسيبش نفسك في مكان مش بتاعها، ما تسيبش نفسك في ظرف تعيس، ما تسيبش نفسك في مكان مش بتاعك، عشان ده بيأذي روحك وبيوقف علامك وبيوقف ارتقائك وبيثبتك في مكانك وبيخلي الأنا بتاعك يركب عليك وبيبوظ الدنيا. حب نفسك وما تقولش أبدا تبص في المراية وتقول أحب فيها إيه. لا، حب الله الذي في داخلك. حب نفسك، حب روحك دي اللي ربنا خلقها جاي الدنيا عشان تعمل حاجة. حب الهلمة دي، حب العظمة اللي احنا فيها دي. ايه ده حب الموضوع الكبير اللي انت جزء منه ده. حب نفسك وافضل دور في الحكاية دي، وافضل مرن نفسك عليها، وافضل اختار دايما انك تكون سعيد وتكون انت وتكون في مكانك، وافضل ماشي في الطريق ده لحد ما في اخر طريق هتروح ملاقي نفسك وكل حاجه بقى تبقى اسهل. الحلقه الجايه نكمل ان شاء الله. سلام عليكم.